السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم حبايبي. النهاردة معانا فيديو سهل وسريع وخفيف. هنعمل مع بعض كيكة المية اقتصادية وجميلة تنفعك في الزنقات وفي المدارس. نخش مع بعض كده على طول في الشغل بتاعنا. زي ما انتم شايفين انا معايا هنا 4 بيضات. الاربع بيضات دول لو عندك فانيليا حطي كيسين فانيليا، ما عندكيش فانيليا وعندك بديل الفانيليا احنا كنا عاملينه قبل كده مع بعض في القناه، او عندك قشر برتقال حطي معلقه كبيره هتفرق وهتدي طعم حلو قوي. طبعا هنحط رشه ملح، يعني زي ما انتم شايفين كده حاجه بسيطه خالص. ومعايا كوبايه ونص سكر، وهضربهم مع بعض جامد. زي ما انتم شايفين معايا لون البيض بتاعي اختلف. هجيب عندي كوبايه ميه، نفس الكوبايه اللي انا عيرت بيها السكر، وانزل كده بسيط وانا بضرب. كده ومعايا نص كوبايه زيت برضو هنزل بيها وانا بضرب، واضربهم مع بعض كمان دقيقتين كده. هجيب معايا اول كوبايه دقيق وانخلها. دلوقتي بقى خلاص هنستغنى عن المضرب وهنشتغل بالمعلقه او الاسباتولا كده، وابدا اقلبها كده. طبعا انا مشغله عندي الفرن بتاعي على درجه حراره 180، ومجهزه عندي القالب او الصينيه اللي انا هشتغل فيها ومبطناها بالزيت والدقيق. ومعايا الكوبايه التانية، وهضيف عليها كيس البيكنج باودر. الكيس بتاعي 16 جرام. كده بعد ما قلبتهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده القوام سايل. هاجي بقى في المرحله دي يعني هاخد حوالي تلت الكميه، مش كتير يعني. شويه اللي انا خدتهم دول هحط عليهم معلقه كاكاو خام، معلقه كبيره، وشويه الباقيين هكمل عليهم بقيه الدقيق. دول معايا نص كوبايه دقيق، وخلاص كده الخليط بتاعي جاهز. نجيب عندي الصينيه بتاعتي بقى. انا هستخدم القالب دوت، لو انت حابه تستخدمي اي شكل تاني زي ما تحبي، صينيه مربعه او مدوره بايركس المونيا مش هتفرق يعني، لو متوفر عندك استخدميه. هفضي كل الكميه البيضه. الجزء اللي انا عملته بقى بالكاكاو هجيبه كده زي ما هو، بس طبعا يكون بشفشه او بحاجه ليها بوز كده، وانزل في النص كده بحيث ان انا اديها شكل كده لما تيجي تتقطع هيبقى منظرها جميل. وخلاص كده احطها عندي في الفرن لغايه لما تستوي وارجع اوريكم شكلها النهائي. وزي ما انتم شايفين ده شكل الكيك بتاعي بعد ما طلع من الفرن. انا سبته لغايه اما هدي. هقلبه. ممكن تسيبيه كده وتقطعيه كده جميل مفيش مشكله، وممكن تعملي الحركه اللي انا هعملها. معايا معلقه ميه، ممكن تحطي عليها معلقه مربى او معلقه عسل ابيض. انا ما عنديش مربى دلوقتي فبصراحه هحط معلقه بسيطه كده عسل ابيض، هدوبهم مع بعض بحيث ان العسل قوامه يخف شويه ويندمج مع الميه ويبقى سهل ان انا ادهن بيه وش الكيكه بتاعتي. كده داب خالص عندي اهو. ممكن تستعملي كمان الشربات اللي هو بتاع الحاجات الحلوه او العسل، وهدهن بيها الوش كله كده تديها لمعه حلوه. وبعد كده هدهن كمان هرش عليها جوز الهند، هتدي لون حلو مع الابيض بالشوكولاته. شايفين اللمعه؟ اظن كده بانت. برضو بتديها طراوه، هي هشه برضو جميله هتشوفوها دلوقتي. وزي ما انتم شايفين معايا شكلها جميل، هشه جدا وطريه. هنفتحها مع بعض. شكل جوز الهند على الوش مديها شكل حلو كده، عامل زي تحس زي التلج. حلوه قوي وسهله وسريعه، تنعمل في المدارس ومن غير مدارس برضو تنعمل مفيش مشكله. يبقى حته صغيره كده لادم اهي. شايفين هشه خالص ومرتفعه، والشكل البني عامل فيها شكل حلو قوي. هو ادم اهو. اتمنى ان شاء الله ان انتم تجربوا الكيكه بتاعتنا النهارده وتعجبكم وتعتمدوها تعملوها كل يوم في المدارس من غير مدارس. جميله جدا مع شاي بلبن مع نسكافيه.
اشوفكم على خير الوصفه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.